لو المكملات مش نافعة معاك فانت كده بتخسر فلوسك على الفاضي. ازيك يا فورم، عامل ايه؟ إيه الاخبار؟ اكتر من 99% من اللي بيستخدموا مكملات بيستخدموها غلط، ما يكونوش عارفين يعني المكمل مش شغال معاهم. فهي دي المشكلة، فين المكمل مش شغال معاك. انا في الفيديو ده هفهمك ليه المكملات مش بتشتغل معاك، وايه السبب في ان هي مش بتكون فعالة بالنتيجة اللي انت بتكون عايزها، واقول لك على كل الاخطاء اللي انت بتقع فيها عشان المكملات ما تشتغلش معاك. عايزك تعمل سبسكرايب ولايك وتظبط الدنيا دي كلها. واول سبب غلط معانا واول خطأ جامد احنا بنقع فيه هو التغذية. في ناس كتير فاكرة، وانا كنت فاكر زمان، ان طالما خدت مكملات او دخلت مكملات في الاحتياج بتاعي خلاص مش مهم الاكل الاساسي بقى، واستغنى عن الكارب واستغنى عن الرز والبطاطا واستغنى عن البروتين برضو اللي هو الفراخ والباقي وهكذا. طب انا كده مش بدخل الاكل الاساسي بتاعي، يا ترى المكمل نفسه هو اللي هيدخل بقى الاحتياج ده كله؟ لا بالعكس، ده بيقول لك هو اسمه مكمل، بيكمل الاحتياج، بيكمل الفراغ الناقص في الاحتياج بتاعك. يعني مثلا لو انت بتدخل مثلا بروتين بنسبة قد كده، فاضل لك فايد قد كده، هو يدخلك الفايد دون بس، مش هيعمل اكتر من كده. ما تستناش ان المكمل مثلا الواي بروتين او البروتين نفسه اللي انت بتاخده هو اللي هيدخل كل احتياج كله بتاع اليوم، لا هو بيدخل بس الناقص. وهكذلك الكارب، ويعني هما المكملات يا جماعة بتكمل الاحتياج، بيكمل بيعوض الفائض. ما ينفعش تاخد مكملات وانت ما بتدخلش اكل اساسي. ليه بقى؟ علميا لان الجسم عشان يمتص المكمل دون لازم يكون معاه احتياج من الاكل الاساسي، الكارب او البروتين الاساسي بتاع يومك، عشان جسمك يعرف يمتصه. جسمك مش بيسمح يمتص غير الاكل الاساسي، وبيخش معاه بقى بوابات الدخول بتاعه امتصاص الاكل، بتخش معاه المكملات مش العكس. يعني جسمك ما بيقراش المكمل عشان يمتصه، بيقرا الاكل الاساسي اللي ربنا خلقه لنا، وبعد كده المكملات بتيجي تعوض مع، بتخش مع، اما مش العكس. فدي اهم حاجه، ويعتبر ده السبب الرئيسي اصلا ان المكمل مش شغال معاك، سواء انت بتاخد اي نوع من المكملات. فدي يا جدعان مشكله مهمه جدا جدا، خلي بالك منها. يعني هي دي يعتبر المشكله الاساسيه في ان المكمل مش شغال معاك. تاني خطأ معانا هو انك بتتمرن مش بشده عاليه. لازم تتمرن بشدة عالية جدا جدا، عشان انت بتقطع الياف عضلية. عشان تقطع الالياف العضلية دي زي ما انت فاهم محتاج تقطع الياف كبيرة جدا، انت محتاج تعوضه باكل جامد جدا. فانت بتقطع الياف جامدة تعوضه بالاحتياج وتدخل معاه المكملات. فانت لو ما قطعتش او نسبة التمرين العالية بالكفاءة العالية دي، انت المكمل مش هيعمل لك اي حاجة، لان هو هيبني العضلات اللي اتقطعت اللي اتمزقت في التمرين. فانت لا مزقت ولا قطعت ولا عملت اي حاجة، فاهمني؟ فلازم الشدة العالية بتاعتك دي تعادلها المكملات. طبعا الاكل الاساسي في النص دي ده اساسي، فاهمني؟ لازم تتمرن بشدة عالية جدا، وتعلي في الاوزان وتعلي الشدة وتزود المجاميع وتظبط التمرين بتاعك، ويكون مكثف للدرجة اللي انت هتدخل بيها المكملات. ما ينفعش مثلا انت ظابط دلوقتي اكلك وظابط مكملاتك وبتاخد فيتاميناتك والتمرين صفر، ما ينفعش. لازم الكفة اليمين هتساوي الكفة الشمال، فاهمني؟ فدي مشكلة برضه جامدة جدا، خلي بالك منها. تالت مشكلة، ودي مشكلة شهيرة جدا، انك مش بتنام كويس. انت بتنام كويس؟ انت دلوقتي رحت الجيم، قطعت الياف عضلية، اتمرنت بشدة وفوليوم عالي جدا، طب فين بقى عنصر الراحة، عنصر الريكفري؟ طب طول ما عنصر الريكفري مش موجود، انت عضلاتك كده كده مش هتعمل ريكفري ولا هتعمل استشفاء. المكمل مش هيبني عضلاتك غير وانت نايم. غير وانت نايم المكمل بيبدأ يتفرز، اكلك بيبدأ يتفرز في الوقت دون، وعضلاتك بتبدأ تتبني، فانت ما نمتش. طب المكمل مش هيعمل اي حاجة، المكمل ما هو الا مكمل الاحتياجات بتاعتك. فانت لازم تساعده برضه، هتساعده بالاكل والتمرين والنوم. بعد ما تظبط العناصر الاساسيه بتاعتك هو يبدا يتفرز ويبدا يشتغل معاك. تالت خطأ معانا وهو انك بتستعمل مكمل من شركه مش معروفه او من مصدر مش صح، فبالتالي المكمل اللي انت بتستعمله دون بيكون مكمل مضروب. الاسواق كتيره في مصر، عندنا اسواق كتير كتير مكملات مضروبه، سواء بقى شركه او مش شركه. فانت المصدر اللي هتجيب منه المكمل ده لازم تكون عارفه، او شركه مثلا ماكس ماسل في مصر هنا، او انرجي، اي شركه معروفه عموما هيكون معاها المصدر كويس. ما تروحش تجيب مثلا من اونلاين مش عارف كذا، او مثلا من ستور بيبيع كذا فانت مش عارف المصدر، فالكفاءه اللي انت عاوزها او النتيجه اللي انت عايزها مش هتكون مرضيه، ممكن ما تعملش معاك اصلا اي تاثير، ممكن الافكت بتاعها على جسمك هيبقى ولا حاجه. فانك تجيب مكمل مصدره كويس ده طبعا ده حاجه اساسيه طبعا، فدي مشكله احنا بنقع فيها كلنا اصلا. فانا عايزك المكمل اللي هتجيب منه دون
يكون مصدر موثوق، وتكون عارف المكان ومطمن ان ده يكون حاجه مناسبه لجسمك كويس جدا. والاخطاء المهمه جدا برضو، انت ما بتكونش عارف جسمك عايز مكمل ايه. يعني هل جسمك مثلا محتاج كارب، محتاج بروتين، كرياتين، محتاج اي مكمل، فانت مش فاهم جسمك محتاج ايه. بص يا باشا، باختصار انت دلوقتي بتدخل البروتين بتاعك وكله تمام، فانت مش محتاج البروتين. انت يعني مش هيفيدك قوي. خلاص انت بتقفل مثلا 130 جرام، 140 جرام، ايا كان المعدل بتاعك انت بتقفله. خلاص انت مش محتاج اي حاجه من بره تاني، مش محتاج مكمل يكملك الاحتياج ده وانت اصلا بتقفله. فمش هيكون يعني مش هيكون حاجه ملهاش لازمه. فاهمني؟ ذلك برضو للكارب، انت شخص هارد جينر مثلا، الاكل عندك بيتاكل بصعوبه، مش عارف تاكل نسبه كارب جامده، فخلاص دخل مكمل الكارب هيفرق معاك. طبعا انت بتدخل الاكل الاساسي زي ما قلت لك، تدخل معاه نسبه المكمل. انت بتاكل الكارب كويس ومقفل النسبه بتاعته، خلاص انت برضو فاهمني، انت برضو مش محتاجه يعني بالعقل كده. فاهمني؟ هتلاقي الموضوع موزون يعني. بالنسبه للكرياتين، انت دلوقتي بتدخل البروتين بتاعك وبتدخل الكارب بتاعك، محتاج مثلا حاجه تخلي العضله تبان انشف واحسن ومنفوخه والعضله فريش، فانت بتستعمل كرياتين، هيزود اوزانك وهيظبط الدنيا دي كلها. فما تجيش مثلا تستعمل كرياتين وانت البروتين عندك واقع، فمش هتحس باي فرق. صدقني مش هتحس باي فرق. لازم انت بتدخل المكمل الناقص في جسمك بس مش اكتر. يعني مثلا لو انت الكارب عندك ناقص تستعمل كرياتين، نفس الكلام. لازم تكون مقفل الدايره كلها. برضه لو انت مش بتشرب ميه، مشكله الميه دي مشكله مهمه جدا. لو انت مش بتشرب ميه في سواء في الكرياتين او البروتين او اي مكمل، فبرضه مش هتحس باي فرق. لازم تشرب ميه كويس جدا، وتهتم بشرب الميه على الاقل من 4 ل 6 لتر في اليوم. ده بتقسمه على مدار اليوم بقى، اول ما بتصحى لحد ما بتنام، فبتظبط الموضوع الميه ده كويس جدا. طب خلاص، انا دلوقتي عرفت مشاكلي، وعرفت ليه مش بتطور، وعرفت ليه مش بزيد، عرفت ليه المكمل مش شغال معايا. طيب اعمل ايه دلوقتي عشان ابدا اظبط السايكل دي كلها؟ اول حاجه هتظبط الاكل وتحسبه. تحسب الاكل كويس جدا وتشوف انت معدل سعراتك كام وتظبطه، وبعد كده تستخدم المكمل. تاني حاجه تنام كويس، تنام كويس جدا، تنام 8 ساعات. تالت حاجه هتستخدم المكمل اللي انت واثق فيه وجايبه من مصدر موثوق فيه. تالت حاجه هتشرب ميه كويس وتظبط الميه بتاعتك. بس حاجه تزود الحمل التدريبي في التمرين، وتزود الشده، وتزود العدات والاوزان بتاعتك والمجاميع طبعا. كده يبقى انت معاك كل المعلومات، وعرفت ليه المكمل مش بيشتغل معاك، او المكملات بصفة عامة مش بتكون مناسبة ليك ليه اصلا. قلت لك كل المشاكل وقلت لك ازاي تحلها. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا. اتمنى انك تكون استفدت، ومتنساش تعمل سبسكرايب للشانل. واحتجت اي حاجة زي ما انت عارف ابعت لي على الانستجرام او اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك.